السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا دكتورة رشا جوهر، وهقول لكم ان شاء الله على نصايح سريعة كده ان شاء الله خلال شهر رمضان، وكل يوم هنجاوب على سؤال مهم خاص بالاسنان والصيام. وعايزاكم تعملوا لايك وسبسكرايب، اعملوا اشتراك يا جماعة عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد بنقوله في طب الاسنان. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب وعلينا جميعا. سؤال مهم جدا كل الناس بتسأله: هو انا ينفع اروح لدكتور الاسنان وانا صايم؟ هو انا ينفع اخد بنج وانا صايم؟ طيب هل ينفع اروح احشي اسناني وانا صايم؟ بصوا يا جماعة، مهم جدا 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 ان احنا يعني لو في مشكلة عندنا بنعاني منها، يا ريت لو قبل الصيام ان احنا نروح، دي حاجة تكون كويسة جدا. وعايزين نقول ان العلاج الاسنان خلال فترة الصيام بيكون علاج طوارئ فقط. يعني ممكن ندي بنج واحنا صايم، البنج ما بيفطرش، فممكن الحالة لو مستدعية ان احنا نخلع او نعمل اجراء او تدخل طبي طارئ مفيش مشكلة، ده واحنا صايمين. لكن نأجل بقى الحشو والحاجات اللي هي التجميلية للأسنان والحاجات دي نأجلها لبعد الفطار، هيكون أفضل بكتير وهيكون إجراءها أسهل. علشان ساعات المريض بيحتاج انه يتمضمض كتير، وده ممكن يكون يعني يؤدي ان احنا يعني حاجة تنزل في حلقه او مية تنزل في حلقه، وبالتالي صيامه ما يبقاش صحيح. فنصيحة: لو انت تعمل اسنانك وانت صايم لو هي حاله طوارئ فقط، يعني لو محتاج تخلع سنانك، لو في الم شديد غير محتمل ولازم تاخد بنج او لازم تدخل من دكتور الاسنان عاجل. تمام؟ اشوفكم المره الجايه على خير، وكل سنه وانتم طيبين.